سورة المنافقون مدنية. من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. التفسير: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا والله يعلم إنك لرسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف. إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن. هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة. لعنهم الله، كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه.